ايه عمل الروح القدس، وايه صفات الروح القدس، وايه فعالية الروح القدس. لعل ما اريد ان اقوله لكم يا اخواتي الاحباء ان كل بركات الكنيسة وكل اسرار الكنيسة وراء هذا الروح القدوس. كل بركات الكنيسة وكل اسرار الكنيسة يعمل فيها روح الله، ولولا روح الله لصارت عبارة عن حركات امواج تتضارب وكأنها خيالات. لكن الحقيقة ان روح الله يعمل في كل سر ويعطي هذا السر الحياة. مثال، سر مثلا الإفخارستية، سر التناول، الجربانة المصنوعة من الجمح دي ليه خبزة عادية والعصير بتاع الكرمة. روح الله حينما يحل على هذا الخبز وعلى هذه العصير الكرمة يحولهما إلى جسد حقيقي ودم حقيقي ليسوع المسيح إلهنا. لولا روح الله لصار أكل عادي، زي ما انتوا بتقولوا كده احنا مش بنتناول عيش ومية. ده حقيقي، احنا فعلا مش بنتناول عيش ومية، احنا بنتناول جسد حقيقي ودم حقيقي. ده سأقول لك أمرا آخر في سر التوبة والاعتراف، السر العظيم اللي احنا أهملناه، ولما ننبه الناس عليه الناس تسأل يقول لك لا صلي لنا بس، احنا عايزين كذا وكذا وكذا. طب نتوب، طب نعترف، يقول لك بعدين. في سر التوبة والاعتراف يحصل الإنسان على غفران لكل خطاياه. كل خطاياه اللي اعترف بها وتاب عنها تمسح تماما، ويطلع الإنسان كده جديد. وانظر للسلام، ما انت ممكن تقعد مع طبيب نفسي او تقعد مع حد تفضفض معاه تستريح شوية، ده حقيقي، لانك عملت تنفيس كده وطلعت حاجة كانت جواك. لكن انظر وتحقق اكثر الى الفرح والسلام والبهجة اللي بتاخدهم من سر التوبة والاعتراف. من ايه؟ عشان قررت بالخطايا؟ لا. عشان فضيت الجوك؟ لا. عشان روح الله كان حاضر وغفر ومسح كل الخطايا وحولها على حساب المسيح له كل المجد. سر الزيجة، 2 بيبقوا من أسوان واسكندرية، من أقصى البلاد إلى أقصاها، ويتعرفوا على بعض وييجوا يصلوا الإكليل، وبعد الإكليل زي ما يكونوا يعرفوا بعض من عشرات السنين. إيه ده؟ روح الله اللي وحدهم، ليس بعد 2 بل جسدا واحدا. دي البنت أو الشاب لو ظهر أي جسم من جسده كده يبقى مكسوف وخجلان البنت من باباها نفسه ومن ماما نفسها. لكن ليس الأمر مع الزوج، ليس الأمر هكذا. تتعامل ببساطة وتتعامل بحرية وتلبس ملابسها اللي عايزة تلبسها في منتهى البساطة. ليه؟ لأنه الواحد كأنه قاعد مع نفسه، مش كأنه هو قاعد مع نفسه فعلا. ودايما أسأل زوجين جداد اسمكم ايه؟ يقولوا فلان وفلانة. أقول طب مين فيكم فلان ومين فيكم فلانة؟ البنت الشاطرة تقول احنا 2 واحد يا ابونا، أقولها برافو تاخد هدية. والبنت اللي لسه مش شاطرة تقول ده هو فلان وانا فلانة. يعني ايه؟ لا واحد. طيب واحد يسأل سؤال ذكي شوية، طب لما هما 2 واحد ليه كل شوية نسمع عن مشاكل ونسمع عن انفصالات ونسمع عن كذا؟ لأنهم ما زودوش روح الله جواهم. مش كده وبس، ده هم أحزنوا روح الله جواهم بقساوتهم، عندهم بعنف الزوج، بعدم أمانة الزوجة. ده مش كده وبس، ده ربما 2 يكونوا طفوا روح الله جواهم بخطاياهم وبقساوتهم. روح الله يعمل في الكنيسة، بل أجمل من ذلك
أن روح الله يعمل فيك ويعمل فيا ويعمل فيكي.